السلام عليكم البنات، كي درتو؟ نتمنىكم تكونوا على خير ان شاء الله. معكم حنان من قناه شي دعاء ايفنت. اليوم الفكره اللي بغيت نشارك معكم هو كيفاش نحفزوا ريوسنا، كيفاش نجدوا الطاقه ديالنا، كيفاش نفرحوا ريوسنا، يعني بوصفات اللي ممكن يكونوا بساط وسهلين، او بمكونات او بحويجات اللي هما ساهلين. يعني الفكره اللي بغيت نوصل لكم هي اننا كيفاش نكسروا الروتين اكثر من انني غنشارك معكم وصفات. الفكرة الأولى هي كيفاش نقدم غدا في النهاية ديال الأسبوع. يعني الوليدات كيكونوا باركين، يعني الزوج كيكون بارك من الخدمة، يعني كنبغيو كيفاش نفرحوا ريوسنا، خصوصا يعني الأجواء دابا كاين الشتاء، كاين سميتو الأغلب يعني ما كنقدروش نخرجوا، فلما لا بأننا يكون تغيير نديروه داخل البيوت ديالنا، ماشي بالضرورة خاصنا حتى نخرجوا. وراه في جميع الأحوال راه ما غاديش نقدروا نخرجوا كل أسبوع. أول حاجة يعني الغديوة اللي درت أنا في داري، نشارك معكم السلطات اللي درت، اللي هما يا بالمكونات يعني متوفرين في كل ثلاجه. السلطه الاولى يعني عباره على الخس، طوماط سوغيز، الفجل، ومعاهم شويه ديال الملح والابزار، القزبر والمعدنوس وزويته والعصير د الحامض. هذه السلطه الثانيه ديال الباربه مسلوقه، بصله خضاريه، الملح، الابزار، وشويه ديال العصير د الحامض. السلطه الثانيه عندي فيها الباربه مفوره، القزبر والمعدنوس، بصيله خضاريه، رشيشه ديال الكمون، مليحه والابزار والزيت. هذه البطاطا مفوره. وهذه واحد السلطه اللي هي سالي سكري ديال الكرومب الاحمر. عندي فيه الكرومب احمر مقطعه رقيق، عندي واحد 4 ديال الحبات ديال المشماش يابس، عندي واحد الحفينه صغيره ديال الزبيب، وعندي معلقه ديال العسل ديال البرتقال. الا كان متوفر، ما كانش متوفر، ممكن اي نوع ديال العسل او اي نوع او السكر، او ممكن تستغناو على الحلاوه والملح والابزار، وطريقه ديال العصير ديال الحامض. يعني هادو هما الانواع ديال السلطات اللي غادي نرافق بهم. واحد شويه ديال الحوت، يعني اللي قليته، اللي بغى يقلي، اللي بغى يدخل الفران. يعني اهم حاجه هو التغيير. من بعد ما يعني صوبت لي سالاد ديالي ونزلتهم في الاطباق ديالهم، يعني واحد يعني شويه ديال الحوت. كان مازال عندي العدس في الثلاجه، سخنته ونزلته في هذوك الزليفات، ورافقته مع خبيز ديال الدار اللي معجون ومازال سخون. هذيك السلطه ديال الكرنب الاحمر نزلتها في هاد الكويسات. هذه السلطه ديال البطاطا نزلتها على جوج ديال سميتو. يعني بهذا الشكل، يعني الطريقه ديال التقديم هي اللي كان اللي كيكون فيها التغيير. راه كنا كناكلوا الحوت، ولكن بعض المرات كنعكزوا على حتى هذوك الطباصل ديال اجي غنجبد انا هادشي كامل وشكون غيغسلو، راه الله غالب. ولكن ما فيها باس نكسروا الروتين. هذا الكوتي اللي درته في نفس النهار. حريشه درتها باكريش، خديت شويه ديال الليدام ديال اكريش، اللي بغى يدير الخليع ممكن، انا عجبتني باكريش اكثر. درت 2 المعالق ديال الليدام اكريش، ودرت واحد البصيله خضاريه قطعتها في الشكل كيف ما كتشوفوا، وغادي نشحرها مع القزبر والمعدنوس. ما درت لا ملح لا حتى شي حاجه، لان اكريش ديجا مالح. عندي هنا واحد 300 غرام ديال السميده رقيقه، غنضيف ليها الملح ورشيشه ديال الخميره ديال الخبز، الخميره الفوريه، وغنضيف ليها واحد نص كاس ما كاملش ديال الزيت. البنات ما تخافوش، راه ما كتجيش ميدمه بصفه نهائيه. وواحد المعلقه كبيره ديال الزبده. كنبدا كنبسبس بهم في بيدي باطراف الاصابع مزيان حتى كيتلبس ليا الخليط كامل بهذاك الليدام. وكنضيف ليها الماء بارد، يعني غير الماء البارد، ما كنخدموش بالماء السخون صافي. وغادي نعجنها، يعني كان كما كنقول كنلبس ليها مزيان هذاك الليدام حتى كلها كتولي ليا ملبسه صافي. كنضيف عليها الماء بشويه بشويه، وانا كنخلط. يعني ما نضيفش الكميه كامله. كيف ما كتشوفوا انا هنايا معمره الزلافه تقريبا، خدات ليا واحد نص زلافه ديال الماء. عجنتها انا مرخوفه وخليتها ترتاح. وعاد بديت خليتها ترتاح على ما بردات ليا شي شويه هذيك الحشوه. ضفت عليها البصله ديالتنا، وضفت عليها معلقه كبيره ديال اكريش. اللي بغى يدير الخليع مقطع رقيق ممكن، انا بالنسبه ليا اكريش من الاحسن.
وكتبقى مسألة أذواق. صافي غادي نخلّط كلشي. أنا هنا ما غاديش نعمّر، يعني غنديرها كويرات وندير لها الحشوة لداخل، لأ أنا خلّطتها كاملة. غادي نخلّط كلشي بأطراف الأصابع صافي، وغادي نكورها كويرات يكونوا متساويين، وندوزهم في السميده رقيقه، وغنبدا نبسط فيهم. درت سيركل ديال اللي كنقطعوا به البينيه والبطبوط، وهو اللي بسطت فيه فوق من مقيله تكون بارده، ورشيت بالسميده وبسطت فوق منها وخليتهم كيطيبوا. هنا الفكره اللي بغيت نشارك معكم البنات هو انه في العوض ما كنبقاو دائما نحطوا الزبده بالبواطه ديالها، او نديروها في طويجان او ليدام وهاد المسائل كامله. لا، قلت لي ما لا نشارك معكم الفكره اللي طبقت انايا نيت في داري. بحال مثلا زيت العود. يعني زيت العود كنحطوه في طويجن ولا كنحطوه في طبيصيل وكيشط واحد شويه، وها هو عمر لينا بالفراتات، ها هو سميتو. قلت لي ما لا بانني لقيت هاد القريعات هادو، لقيتهم في مرجان. بحال هاد الشكل هذا، لقيتهم في مرجان. كنظن 5 دراهم الثمن ديالهم. عمرتهم بزيت الزيتون، يعني عمرتهم بزيت الزيتون. ملي كتخوى كنعاود كنعمرها. يعني راه ضروري كنستعملوا زيت الزيتون، كنستعملوا العسل، ممكن زيت ارغان، ممكن املو. كتبقى كل واحد وعلى شنو متوفر عنده في الدار. في بعض المرات راه الدار كتكون متوفره غير حويجه ولا جوج. يعني كيكون هذا هو الشكيل ديالهم، وصغار وعمليين. ولقيت هاد النوع الثاني، هادو البنات لقيتهم في اسواق السلام. كنظن 5 دراهم حتى همايا. هادو صغار وعمليين. مثلا اللي كيبغي، يعني كناخذوا كميه خصوصا اللي خدينا داك الحك ديال الكيلو ديال الكونفيتير. يعني كنبقاو نديرو في الطبسيل ونعاود حيدو منه الفراتات، عاود سميتو. يعني ما كيبقاش مزيان. بحال هاد القريعات هادو كيكونوا عمليين. كنهزو بالمعلقه ولا نهزو بالسكين، ودائما كنحيدوهم مباشره. كنكملوا وكنردوهم للثلاجه، وعاوتاني كنجبدوهم ملي كنبغيو. بحال هاد القريعات هادو ممكن نعمروهم باي حاجه متوفره. مثلا املو، مثلا دبس ديال التمر الا كنتو كتستعملوه لوليداتكم راه صحي ومزيان. ممكن العسل، ممكن نعمروها بالزبده. ممكن بحال اللي كياخذ داك السطل اللي كيكون ديال داك السطيل ديال الشكلاط وديال الدهن. يعني راه كاينين انواع كثيره واللي كيتباع الكيلو اكثر. يعني ممكن داك السطيل نقصوا منه ونزلوا فيه في هذه القريعه هكا، وملي تخوى لنا القريعه نعاود نغسلوها ونعمروها مره اخرى. يعني نتمنى هذه الفكره تعجبكم. البنات كاين اللي غايقول لي وراه ماشي اي واحد غادي يكون متوفر عنده هذا الشيء كامل. فعلا فعلا باش نكونوا واقعيين، انا هذا الشيء فاش خديته راه ما كناخذوش دائما. ولكن انا كيف ما كيقولوا انا بغيت نكسر ذاك الروتين. يعني هذا هو الفكره والهدف من هذا الفيديو اللي بغيت نشارك معكم اليوم. يعني ككسر الفيديو نكسروا به، يعني فكره نكسروا بها الروتين. يعني نكسروا ذاك الملل. راه ماشي يوميا حنا غنمشيو نشريو هذوك القريعات ديال النوتيلا، ماشي يوميا غنمشيو ناخذو سميتو. ولكن ما فيها باس مره بحال في الاول ديال الشهر فاش كنتقداو التموين ديال الدار، نخلقوا واحد الجو ديال السعاده مع وليداتنا، نفرحوهم. يعني كيكون واحد شويه ديال التغيير. هذاك التغيير راه فعلا كيلعب دور مهم، وكيكون ليه واحد الاثر كبير على النفسيه ديال الواحد. يعني هاد القريعات ديال النوتيلا باش نكون صريحه معكم راه 18 درهم 20 درهم، بارفوا كتصيبيها ب 25 درهم. راها قاصحه في الثمن، يعني راه ماشي دائما غادي ناخذها. ولكن ما فيها باس مره. او ممكن يكون عندي انا القرعه ديال النوتيلا في الدار، ملي كيخواو ليا كنعاود كنعمرهم. بحال هادو ديال الجبن، الا كانوا راه ما كيتباعوش غني. كنظن 12 درهم 4، او ما عرفت 6 ب 12 درهم. العسل الفرماج راه كيكون في اي دار. زبيده حتى هي. هادوك الكويرات ديال الفرماج احمر. يعني هادشي كامل اللي شويه زايد في الثمن ديالو هي القريعه ديال النوتيلا. اما ما تبقى يعني اثمنه كتكون والله القسم الا كتكون في المتناول. انا راه ما كندير الدعايه لتا شي واحد، ولكن فعلا لاحظت بان الوليدات كيفرحوا بهاد المسائل هذه. يعني اللي ما لا نفرحوهم واحد المره ولا جوج في الشهر. يعني الا ما كناش غنخرجوهم على الاقل نحسوهم بانه راه كاين تغيير في هذيك الطبله اللي كنزلوا. هذه هي الحريشه ديالتنا فاش طابت. انا هنا الكوتي اللي درت اليوم راه تفوبرت عليهم، يعني من هنا ما عرفت شحال عاوتاني. هادو البطيبيطات صغيورين
حتى همايا. الملوي راه ماشي بالضروره خص تكون الكميه كبيره. هادو لي فينوازغي يعني كرواسا وسميتو للامانه شارياهم ما مصيباهمش. وهذا القريعات اللي شاركت معكم اللي فيهم املو، فيهم الكونفيتير والزيت والدبس ديال التمر. يعني كما قلنا الفكره البنات اللي بغيت نقتسم معكم في هذا الفيديو، اول حاجه نتمنى انكم تجربوا الحريشات لانهم فعلا لذاذ، فعلا لذاذ وكيستحقوا التجربه. يعني راه ماشي كنشكر في راسي، ولكن والله الا فعلا يستحقوا التجربه. نتمنى البنات تعجبكم الفكره، يعجبكم الاقتراحات اللي شاركت معكم اليوم. وكيف ما قلت لكم في البدايه ديال الفيديو انه هذا فيديو تحفيزي فيه افكار اللي هي بسيطه، يعني فقط باش نكسروا هذاك الروتين، نغيروا شي شويه من الروتين او داك الملل اللي كيكون عندنا. نتمنى البنات تعجبكم الفكره، يعجبكم الاقتراحات اللي اقتسمت معكم اليوم، وتجربوا هاد الحريشه لانها فعلا غتعجبكم. كنتمنى لكم فرجه ممتعه ان شاء الله، ونتلاقاو في فيديو اخر. وكنتسنى الاقتراحات ديالكم اللي بخصوص الوصفات ديال رمضان ان شاء الله، تحضيرات المسبقه وخاصه طبيلات ديال رمضان. والى اللقاء.